السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي المتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي احسن صحة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بعمله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، انا وكل السامعين يا رب. دعوة حلوة من القلب ولكم بالمثل. هبدأ معاكم النهاردة الروتين قوي، والروتين كله نشاط وحيوية، وخليكم معايا في الفيديو وهتشوف انا هعمل ايه. بديت بقى معاكم اليوم كده، كنست المدخل ومسحته. بصوا، كان يوم كله نشاط. بشكر اخواتي وحبايبي المشتركين الجداد على راسي من فوق، وان شاء الله ان شاء الله بيكم القناة تكبر وهتبقى احلى، فيها احلى الوصفات واحلى الروتينات ان شاء الله. هنا بقى كنست، هنا السلم كنسته من فوق. عايزه اقول لكم ان ده كل يوم بيتكنس، بس هو التراب بقى عشان على طريقه كده فتراب كتير. هنا بقى كنست المدخل. كنسته بقى معاكم، كنت جبته من فوق زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت تصلوا على النبي وتذكروا الله في التعليقات، تعليق حلو منكم ولايك شجعوني كده عشان اقدر انزل لكم فيديوهات كل يوم. والناس اللي بتتفرج على الفيديو وبتطلع، لا بتعمل اشتراك ولا بتعمل لايك ولا بتعمل اي حاجة خالص، مش عارفة وانا مزعلاكم في حاجة ولا ايه. انا بقى كنت خلاص خلصت. انا بقى كنست لحد بره، حتى قدام الباب كده في الشارع. وانا بقى هبدأ بقى اجيب صابون ومية وهغسل. ده السلة بتاع الزبالة اعزكم الله. وهنا بقى غسلت بالصابون بالمقشة، ودعكت بقى المدخل. هو نضيف، بس هي بقى الغسلة دي بقى ايه، لما الواحد بيغسل الغسلة دي بيحس براحة نفسية كده وطاقة ايجابية. بالمقشة بقى كده، وفضلت ادعك فيه في البلاط ومن تحت. جيت بقى بالمساحة وبقيت امسح بقى المية دي. في الاخر رحت عايدة عليها بالشرشوبة. وفضلت بقى اغسل بقى كده بالصابون والمية لحد بره. سواء الصابون والمية. يا ريت لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة. وخدته بقى معاكم كده زي ما انتم شايفين بالمقشة، وبعد كده بقى بالمساحة ورحت مسيقاه. تمام. لو انتوا حابين من الروتينات من دي كتير قولولي وانا اعمل لكم في البيت بقى وفي المطبخ، ولا انتوا حابين في المطبخ بس. زي ما انتوا شايفين بقى فضلت اغسل بالمقشة لحد بره. بقيت اطلع المية. هنا بقى خلصت، رشيت المية قدام الباب. وبقى وكده بقى خلاص هدخل بقى معاكم بقى المطبخ، نعمل حاجة حلوة وسريعة وبسيطة، مش مكلفة خالص. يعني لو اي حد عايز نفسه في حاجة محلية، عايز يعمل اي حاجة محلية، دي حاجات كلها موجودة في البيت. هنا بقى كان معايا كيلو مية على نص كيلو حليب، ولو عايزة تستغنى عن الحليب خالص تبقى حلوة برضو، بتبقى جميلة. حطيت عليها السكر. سكر هنا حسب الرغبة. انا حطيت هنا 10 معالق كبار عشان عاملة كمية يعني.
يعني الكيلو الشعرية خد مني كيلو مية، كيلو ونص مية على نص كيلو حليب. تمام. وهنا بقى السمنة، زبدة بلدي، رحت حطاها كده بقى وشوحت فيها الشعرية لحد ما خدت معايا لون. الشعرية ما تسيبهاش، عشان لو سبتيها ممكن تتحرق منك ايدك فيها على طول، تفضلي تقلبي لحد ما تاخد اللون الاصفر الجميل. اي حد لسه بصوا ما يعرفش اي حاجة في المطبخ هيقدر يعملها. الحاجات دي كانت بتتعمل زمان، كانت بتبقى جميلة ولها ريحة كده، مع كيس فانيليا كده، بيبقى ريحتها وطعمها. بصوا بقى خدت معايا اللون القمر الذهبي ده. روح نازله عليها بقى بالحليب والميه السخنه، مظبطه السكر بتاعها، وبروح مقلباها. مش بتاخد مني مش بسيبها على النار كتير، تاخد غلوتين 3 وبروح منزلاها. كيس فانيليا يخلي ريحتها مش عايزه اقول لكم. تقلبوها على النار هاديه، بتاخد غلوتين وروح طفيه وتغطيها. بصوا بقى هنا سبتها شويه ورحت بقى جايباها. بصوا شكلها تحفه. تعبيها في اطباق، تعبيها في كوبايات، تحطيها. هوريكم برضو كذا طريقه للتقديم. هنا حطيتها في اطباق كده، وممكن تستغني عن الحليب خالص وتعمليها بميه، بتبقى نفس الطعم ويمكن احلى كمان. وشويه جوز هند بقى لو عندك، انا ما كانش عندي، بس لو انت عندك بترشي شويه على الوش كده، بتبقى جميله. بصوا دي طريقه. دي الطريقه التانية، تروحي حطاهم. تشوفي معايا دلوقتي. بصوا هي فيها حليب بس عشان انا حاطه كتير في الطبق. بصوا تبقى جميله. هنا بقى معايا طريقه تانية، بتحطيها في صينيه او في طبق وتسيبيها لحد ما تبرد تماما، وتخرطيها كأنك عامله بسبوسه كنافه، بتبقى نفس الشكل. وشويه جوز هند على الوش، تبقى شكلها وطعمها في التقديم تحفه. اهي نفس خرط نفس البسبوسه وجلاش، وبتبقى جميله. بتحطيها في طبق، في اطباق التقديم اهي. طريقه اقتصاديه، عملنا حلو وعملنا حاجه سهله وبسيطه موجوده في اي بيت. شكلها تحفه. ومع السلامه.